السلام عليكم ومرحبا بكم معايا من جديد فيديو جديد. عواش مبروكه وباش ما تمنيتو ان شاء الله بالصحيحه والسلامه. الوصفه ديال هذا النهار غادي نحضر معكم كرواسون بطريقه جد سهله. من اليوم ما غادي تعكزي على الكرواسون اللي كتجي مورقه بواحد الطريقه اللي سهله وبسيطه. ديروها مالح اولا الحلو. كتجي صراحه على جوج ديال الوجبات. كما قلت لكم ديروا بغيتو ديروها مالحه، يعني ديروا ليها كريمه مالحه ولا بالخضار ولا بشي حاجه عندكم، اولا بالشوكولاته اولا بالكونفيتير او يعني الكريمه اللي كتحبوا نتوما، الشوكولات ولا لا كريم باتيسيير. المهم انا غادي نعطيكم الوصفه ديال العجين كيفاش كتحضر، والطريقه ديال الطرق اللي جد سهله. كنتمنى من اعمق القلب ديالي الوصفه ديال هذا النهار تنال الاعجاب ديالكم. باش نتعرفوا على المكونات وطريقه التحضير. عندي 500 غرام ديال الدقيق من نوعيه جيده، عندي معلقه ونص صغيره ديال السكر سنيده، وملعقه ونصف صغيره ديال الخميره حبيبات، والملح شويه هكا ديال الملح، ضروري من الملح باش كيعدل لينا ما تجيش هكا باسله. وعندي 2 معالق صغار ديال الياغورت طبيعي او دانون مسوس، وغادي نضيف 4 ديال المعالق صغار ديال الزيت النباتيه، وغادي نجمع العجين بالماء الدافئ. كما كتشوفوا العجين ما كيكونش كيلتصق بزاف باليد، كيكون يعني العجين كيكون طري شويه، يعني ما كيكونش قاصح بزاف اولا بحال العجينه ديال البريوش او القرص اللي كتكون كتلتصق باليدين. هنا كتبان لكم راه كتلتصق هكا كتلصق، ولكن راه ما كتلتصقش ليا انا. يعني المهم عادي العجين كندير له شويه ديال زيت نباتيه وكنغطيه وكنخليه حتى كيتضاعف الحجم ديالو. من بعد كنقطع هكا على 8 ديال الكرات كما كتشوفوا. قطعوا الكويرات اللي بغيتو نتوما ديروهم كبار صغار، ولكن هذا الحجم كيعطينا واحد الدائره اللي كبيره. غادي نكورهم، ما غادي نستعمل لا بالدقيق في هذه المرحله لا بالزيت. ضروري ما ديروش لا دقيق لا زيت باش ما يدخلش في العجين. عاد اللي غندير شويه هكا من الفوق، وغادي نبسط كما كتشوفوا بالمدلك. كنبسط وكنحاول نخلي الشكل اللي دائري، ما يكونش هكا يعني مستطيل ولا طويل. المهم الا بغيتو ديروها على شكل هكا مستطيلات صغار ديروه مربع، او الا بغيتو ديروها على شكل كما كتشوفوا كرواسون على شكل هلال، راه كتجي ضروري تكون هكا دائريه. كنبسط وكنحط كما كتشوفوا، كنحاول ندير الدوائر او القطع يعني بحجم اللي هو متساوي، ما غيجيوش متساويين 100%، ولكن كنحاولوا نديرهم تقريبا قد يعني. كنبسط بالاستعانه ديال الدقيق وكنحط جانبا كما كتشوفوا. في هذه المرحله راه العجين يعني كيترخى. من بعد ما كنكمل الكويرات اللي عندي، هنا عندي زبده حيوانيه ذوبتها وحيدت منها داك الحليب. هنا خلى ضروري ما تبرد. كناخذ الكويره الاولى، كنحيد داك الدقيق الزائد او الفائض كما كتشوفوا بديك الشويته، وكندهن كندير واحد الطبقه هكا كما كتشوفوا، ما كنكثرش بزاف. يعني راه الفيديو موضح. وكان يعني وكان نحط وحده فوق وحده، وكنتخلص دائما من الدقيق الزائد كما كتشوفوا. وكندير الزبده اللي ديجا ذوبتها من قبل وكانت بارده، ضروري الزبده تكون بارده. هنا البنات درت زبده حيوانيه، يمكن لكم ديروا الزبده ديال الطوريق كما كتشوفوا. كنحط الاخيره ما غاديش ندير ليها الزبده، غندير ليها الدقيق حيت هي اللي غادي نورق هكا من الفوق. قلبت العجين وكندير شويه ديال الدقيق باش ما تلصقش ليا العجين في الطاوله، وكنسرح بالمدلك، ومره مره كنقلبها هكا باش كنحاول نخلي دوك الدوائر ما يخرجوش على بعضياتهم بزاف كما كتشوفوا. وهنا كنحاول انا نحصل على دائره. كما قلت لكم الا بغيتو ديروها مربع ديروها باش تجيكم هكا ديك الكرواسون مستطيلات هكا يا مربعات صغارين. صافي غادي نجيب الجراره او القطعه ديال البيتزا، وغادي نبدا نقطع هنايا كل واحد كيعطيني 4 ديال القطع، وكنبدا نلف كما كتشوفوا. هنا ما موضحش مزيان، غادي تشوفوا كنبدا من الجهه يعني اللي كبيره، وكنبقى نلف. في اغلبيه راه عارفين الطريقه ديال الكرواسه كيفاش ما كنستعن حتى بشي حاجه، يعني ما كنلصق حتى بشي حاجه. هنا في بعض الوحدات درت شويه ديال كونفيتير، ولكن بديت اللوي بدا كيهبط يعني نوعا ما سائل. ديروا الشوكولاته هذيك اللي كتكون طويله هكا الا متوفر عندكم، انا ما كانتش متوفره عندي. انا تيعجبني صراحه الكرواسون بالكونفيتور، ولكن ملي غادي يطيب من بعد غادي المهم من كيطيب كديروا اللي بغيتو في الداخل ديالها. كنلوي هاد القطع كيف ما كتشوفوا.
صافي وكنحطهم في الصفيحه اللي غادي تدخل للفران، مفرشه ليها الورق الخاص بالطهي. اولا الا كانت عندكم يعني لاطا ما كتلصقش، يمكن لكم دهنوها بشويه ديال الزيت، ولا ما دهنوهاش كاع، يعني العجين راه ما كيلتصقش بزاف. المهم الاحتياط باش ما يلصقش لكم هاد الكرواسون. صافي صافي هنا غادي نكمل كما كتشوفوا راه العجين مرقق، ورقته بزاف. الورقات كيكونوا هكايا رقاقين. غادي نحطهم هنا وغادي نغطيهم ونخليهم حتى يتضاعف الحجم ديالهم حتى يختمروا. نغطيهم بواحد المنديل هكا. المهم على الاختمار كيبقى على حسب درجه الحراره ديال المطبخ او الجو. هنا البنات من بعد ما اختمر غادي ناخذ اصفر بيضه خلطته مع شويه ديال الحليب، مجز هكا خلطهم مزيان، وكندهن غير بشويه البنات، غير بالمهل باش ما نهرسوش لهداك الاختمار ديالها، غير بشويه. راه غير مزربه انا لا فيديو. هنا الفران مسخن على 200 درجه من الفوق ومن التحت. كندخلوا لاطا ديالنا حتى كتاخذ واحد اللون اللي ذهبي هكا الكرواسون ديالنا، ومن بعد كنخرجوها هكا ونغطيوها ونخليوها حتى تبرد شويه، وكنقدموها بالصحه والراحه. شوفوا هنا الطوراق راه كيبان لكم كما كتشوفوا العجين يعني كيطيب وهو كيتورق. صراحه طريقه جد سهله هكا الطريق، وكتحضر يعني بوقت اللي وجيز وبسرعه كتحضر هاد الكرواسه. ديروا هكا لوليداتكم الكوتي، ماشي ضروري غير في رمضان، المدرسه هكا كنعرفوا هكا شنو مصايبين في الدار. يعني انا ما قلت لكم ما كتاخذش وقت نهائيا هكا طويل. هنايا كنرافقها مع تشكيله ديال المربى. انا بصراحه تيعجبني المربى بزاف في البريوش هكا او الكرواسون. كنفضلوا على الشوكولات، اولا ديروا لا كريم باتيسيير، ديروا الشوكولا، ديروا الكونفيتير اللي بغيتو، او ديروا دوك الشوكولات اللي كيكون هكايا طويل، هو اللي كيمشي مع الكرواسون. اولا هنا غادي تفتحوها وديروا ليها هكايا من الداخل ديالها اللي بغيتو. كنتمنى الوصفه ديال هذا النهار تنال الاعجاب ديالكم وتطبقوها هكا في البيوت ديالكم. صراحه طريقه جد سهله وما كتاخذش كما قلت لكم وقت طويل. كان هنا كنكون وصلنا لنهايه الفيديو. اللي مازال ما حطش لايك خليو لايك لتشجيع القناه فضلا وليس امرا. وهنا كنقول لكم شكرا على حسن التتبع ديالكم، وشكرا على الناس اللي كيخليو لايك وكومنتير، شكرا لكم بزاف. وعواشر مبروكه، وباش ما تمنيتو ان شاء الله بالصحيحه وبالسلامه وطولة العمر يا ربي. كنقول لكم السلام عليكم.